صباح الفل. عمركم شفتوا شهداء أقوياء لدرجة إن هم سموهم شهداء الإيمان؟ عمركم شفتوا السكينة لما تتحط على رقبة حد ما يخافش ويقرر إن هو يعلن للعالم كله إن هو ينتمي لديانة عظيمة اسمها الدين المسيحي؟ 15 فبراير ذكرى أليمة جدا جدا في حياة كل العالم. لما نزل فيديو شهداء ليبيا العالم كله انتفض، والعالم كله وقف وصرخ وقال شهداء الإيمان ما خافوش، ما تراجعوش وما استسلموش. اتعذبوا فترة قبل يوم استشهادهم، ودواعش ليبيا قرروا ان هم يقولوا لنا عندكم 21 شهيد قوي جدا. كانوا فاكريننا هنخاف، لكن احنا ما خفناش. عارفين ليه؟ لان احنا اتربينا على ايمان قوي، واتربينا اني عمرنا ما نقدر ننكر ايماننا ولا ننكر السيد المسيح. شهداء ليبيا 21 شهيد، منهم 20 شخص من قرية العور محافظة المنيا اللي طلعت ابطال وطلعت شهداء حلوين جدا بنتشفع بيهم دلوقتي. وواحد معاهم افريقي قال لك خدوني معاهم عشان ابقى من ضمن الكوكبة العظيمة دول من القديسين. لما سألوا الاهالي قالوا لو ولادنا انكروا ايمانهم كنا احنا اتبرينا عنهم طول عمرنا. متخيلين الايمان وصل لفين؟ متخيلين الابطال عملوا ايه؟ عشان كده يوم ما نزل الفيديو 15 شهر 2 قلنا ده يوم عيد استشهادهم. احنا ما نعرفش امتى بالظبط اتذبحوا، ولكن قلنا 15/2 هو عيد استشهادهم. عملنا لهم كمان في الكنيسة صورة حلوة قوي في الكاتدرائية، صورة حلوة قوي بتقول ان دول شهداء معاصرين، وخلينا 15/2 عيد للشهداء المعاصرين. شهداء ليبيا شهداء هيفضلوا جوه قلوبنا وجوه حياتنا، وبقينا نعلم قصتهم الحلوة دي لكل ولادنا. صباح الفل.